السلام عليكم. اليوم أمي الله يحفظها هتعمل لكم وصفة البشاميل. وصفة سهلة وسريعة وإن شاء الله تعجبكم. أول حاجة حنحضر الصوص الأحمر. حنجيب ثوم مع شوية زيت ونقلبهم لحد ما نحس إنهم انقلوا شوي. حنضيف عليهم بصل، نقلبهم لحد ما نحس إنهم صار لونهم ذهبي اللي هو الكشنة العادية، وضيفي عليهم طماطم زي ما تحضري الكشنة العادية لأي إدام. حنضيف عليها الصلصة، صلصة الطماطم، حنضيف عليها الملح كمان، الفلفل الأسود، وكمان حنضيف البهارات اللي هي الكزبرة الناشفة، الكمون، البابريكا، وحنضيف عليها كمان الفلفل الرومي. هنا استخدمت أو حضرت 3 أنواع أو 3 ألوان من الفلفل الرومي. لو حابة تضيفي لحم مفروم، حابة تضيفي تونة زي ما تحبي، بس أنا لأني نباتية فما أضيف عليها. حنضيف عليها كمان فلفل أخضر، وحنضيف عليها بقدونس، كزبرة. حنضيف عليها مرقة دجاج أو مرقة خضار زي ما تحبي. حنقفل عليها بحيث أنها تستوي. حنحضر الصوص الأبيض، عبارة عن زبدة، تقريبا ملعقتين كبيرة زبدة، 3 ملاعق كبيرة من السمن. حنذوبهم شوية على النار، وحنضيف عليهم تقريبا 5 ملاعق من الدقيق الأبيض، واستمري في التحريك عشان ما تكتل معاكي. حنضيف عليها كاسة حليب، يفضل حليب بودرة، 5 ملاعق حليب بودرة تضيفيه على كاسة موية. نستمر في التحريك لين ما يثقل معايا. حنضيف عليه جبنة، وأفضل الجبنة الرومي، وملعقتين كبيرة من القشطة. هحرك سريع على أساس أتأكد إنه ما كتل معايا. وبعد كده حنضيف بيضتين. حنستمر في التحريك. الوالدة ما عجبها تحريكي فاستلمت مهمة التحريك بدالي. حيطلع معايا بالشكل هذا أو الثقل هذا. حضرت صينية، حتاخد شوية من الصوص الأبيض والصوص الأحمر وتخلطهم بحيث إنها تغطي الأرضية. وبعد كده حتوزع المكرونة. في هاللحظة أستغل الفرصة وأذكركم لا تنسون تدعمونا بلايك وتشتركون بالقناة. وحضيف عليه إضافة جبنة على الطبقة الأولى. حضيف كمان عليه الصوص الأحمر. كمان حضيف جبنة، تقريبا استخدمت جبنة الموزاريلا، الوالدة تعشق الجبنة طبعا، تحب تضيفها في كل شيء. حضيف الطبقة الثانية من المكرونة. بعدين حضيف اللي هو الصوص الأبيض اللي حضرناه. نسخن الفرن لأنه حندخل الصينية تستوي في الفرن، وقبل لا تتحمر نطلعها ونضيف آخر حاجة اللي هي الجبنة. أضفنا هنا جبنة رومي وجبنة موزاريلا، نوعين من الجبنة. طبعا يفضل كثري جبنة قد ما تقدري على وجه البشاميل، كل ما كثرتي كل ما صار طعم البشاميل أحلى وأحلى. حندخل الفرن. أنا طبعا ما صورت للأسف النتيجة النهائية، بس عندي فيديو وهو في الفرن. أتمنى الوصفة عجبتكم، انتظروني بفيديو جديد وشكرا.